إلى متى سنستمر في المقاومة؟ ما بالك يا فتى؟ هل اختلت عقيدتك؟ عقيدتي صلبة كالحديد، ولكن فقدنا الكثير من الأشخاص. متى سننتصر؟ نحن لا نقاوم لأننا نرجو نصرا سريعا، بل لأن المقاومة نفسها هي النصر الأول. كيف ذلك؟ تصور أنه لا وجود لمقاومتنا. كيف سيكون العالم الإسلامي في الوقت الراهن؟ سيكون الإسلام باهتا في قلوب المسلمين أنفسهم. لظل العالم الإسلامي يعيش في ظل هيمنة كاملة وصمت مطبق، حيث تغلق قضية الأمة إلى الأبد. إنك تتكلم كأن العالم الإسلامي يأبه بنا. إنه يرى المجاعة ويرى المجازر، ولا يتحرك إلا للاحتجاج والمظاهرات. بما أنه يتحرك للاحتجاج والمظاهرات فهذا أمر جيد. وما هو الجيد في الأمر؟ أن يبدأ العالم الإسلامي بالاحتجاج والمظاهرات هذا يعني أنه دخل بمرحلة الوعي، وإن لم يسمع صوته سينتقل إلى مرحلة الإصرار والمتابعة، وإن لم يأبه به أحد سينتقل إلى مرحلة التنفيذ. تقصد أن العالم الإسلامي سيقاتل معنا؟ ليس القتال دائما هو الحل. إذا نفذ الصبر انتشرت الفوضى وعجزت أعظم الحكومات من السيطرة عليها. تعني أن النصر ليس بالتقدم العسكري فحسب، بل يمكن أن يهزم هذا العدو من الداخل قبل أن يهزم ويفرق من حدوده الخارجية. أحسنت. الله عز وجل أعطى هذا العدو كل أسباب القوة من عتاد وتكنولوجيا وأسلحة متطورة، ونحن لا نملك شيئا صغيرا منها. اتق الله يا فتى.